بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد نجم، ودلوقتي أنت بتشوف قناة أكاديمية النيل للتدريب على اليوتيوب. أكبر مشكلة بتقابلنا بدون استثناء البارتيشن السي بيتملي بسرعة، الجهاز تقيل جدا سواء في الإقلاع أو في العمل. لو فتحت برنامج واحد مع محرك البحث بلاقي الجهاز يهنج. طيب احنا عارفين مبدأنا يا اخوانا ان احنا نفهم ونستوعب وبعد كده ننفذ ونطبق. انا يهمني انك تفهم، اتفقنا؟ طيب المشكلة دي بتنتج عن ايه؟ اي اجراء انا دخلت على محرك البحث، اي اجراء انا بقوم بيه على محرك البحث، محرك البحث بيحفظه في السجل بتاعه اللي هو ده اهو. خلاص، بحيث لو انا بعد كده حبيت اوصل لنفس الملف تاني او نفس الموقع تاني اوصل بسهولة. طيب نفس الاجراء بيتم برضو في الجهاز بتاعك اهو. في قائمة اسمها قائمة الريسنت اللي هي اسمها كويك اكسس اللي هي الوصول السريع. في قائمة الريسنت اهي فيها الملفات اللي انا اشتغلت عليها كلها. هو بيجي يقول لك ايه؟ تقدر توصل لاي ملف من الملفات دي بسهولة. طب لما الوجود الملفات دي كويس، ليه انا همسحها؟ انت هتمسحها علشان خاطر لو المساحة عندك صغيرة هتقل لك الجهاز وتخلي لك الجهاز بتاعك يهنج. اتفقنا؟ طيب اقدر امسح الملفات ديت ازاي؟ بتقدر تمسح الملفات عن طريق قائمة الرن. يبقى اوصل لقائمة الرن، باجي هنا في البوكس بتاع السيرش واكتب رن RUN واضرب له انتر. معلش انا اسف، RUN ادي قائمة الرن، بتدوس عليها وبتبدأ تتعامل معاها. او طريقة تانية اسهل اللي هي اختصار. الاختصار ده عبارة عن ايه؟ رمز الويندوز اللي هو بين الالت الشمال والكنترول مع الار، تدوس عليه وتدوس مع الار في نفس الوقت. اتفقنا؟ هيجي لك الصندوق الحواري ده، هتكتب فيه مجموعة اوامر. مجموعة الاوامر دي هتنظف لك الجهاز بتاعك تماما، ولازم الاجراء ده يتم كل يوم بعد ما تخلص شغلك. اتفقنا؟ طيب تعالوا نتوكل على الله ونبدأ. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. رمز الويندوز مع حرف الار هنجيبه هنا كده، هكتب فيه كلمة جميلة جدا اللي هي تيمب TEMP واقوم ضارب له انتر. ظهرت لي انا القائمة اللي انتوا شايفينها. طبعا هي هنا قليلة عشان انا بمسحها اول باول على طول. هضرب كنترول A شيفت ديليت، هقول له يس امسح. قال لك انا عايز، يعني في عايز امر، يعني انك انت موافق ان انا امسح، قول له اوكي. بص هيحصل ايه دلوقتي. هو بيقول لك هنا في ملفات انا مش هقدر امسحها. الملفات دي اللي بتبقى شغاله زي برنامج افاست لو في عندك ادفانسد بي او سي كلينر بينظف لك الجهاز. فبقول له ايه؟ بقول له اي ملف يقابلك شغال سيبه بس مسح. يبقى هي دي الملفات اللي شغاله عندي في الخلفيه. خلاص هعمل نفس الاجراء تاني، ويندوز وار، بس المره دي هكتب علامه في المية مع تمب واحط بعدها برضو علامة في المية واضرب له انتر. ظهر لي كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده. هعمل كنترول A شيفت ديليت واقول له يس. بصوا بقى هيحصل نفس الاجراء اهي. قال لك ايه؟ في ملفات انا مش عارف اقفلها، هقول له مفيش مشكلة اعمل اسكيب ليها ومش فارقة. تمام؟ طبعا بقى على حسب كم الملفات اللي موجودة عندك او الكلام ده. كل الملفات دي شغالة تمام. طب ده تاني اجراء. تالت امر، هدي حاجه اسمها بريفيتش. تمام، هتلاقوني كاتب لكم الاوامر دي كلها بسهوله. هقول له ايوه موافق. تمام، ظهر لي اهو. هعمل كنترول A شيفت ديليت اقول له يس. برضو نفس النظام، هقول له اسكيب اي حاجه شغاله بس. هتبص تلاقي الجهاز بتاعك بقى خفيف وبيتحرك بمنتهى السهوله ومفيش فيه اي مشاكل. في ان شاء الله برضو طرق تانية بتساعدك على تنظيف الجهاز، بس انا مش عايز اتقل الفيديو عليك. ان شاء الله في جزء تاني وجزء تالت وجزء رابع ان شاء الله باذن الله. ويعني انا ليا رجاء بسيط، لو حسيت ان انا قدمت لك معلومه او افدتك باي اجراء او ساعدتك، يسعدني جدا انك تكون اخ وعضو معانا في القناه من خلال الاشتراك والاعجاب بالفيديو. متشكر جدا لوقتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.